بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هعمل بيتزا اللي هي بتاعت الافران الصغيره اللي هي زي القرصه كده. كيلو دقيق ومعلقه ملح صغير. هننزل بسم الله الرحمن الرحيم على الدقيق كده، وهنا قطعه خميره بيره، ممكن خميره فوريه، معلقه ونص سكر مثلا، ما تكتروش السكر، وتلت كوب زيت، والميه للعجن، ميه للعجن عاديه. هنزل بقى السكر والخميره عشان ايه تدوب، والميه كده، واقلبهم وارجع لكم. هنزل بقى بالزيت بسم الله الرحمن الرحيم كده، وبعد كده هنزل بالدقيق، ولو عوزتوا ميه تانيه اهي جنبيها، والعجينه عجين عادي بس مفيهاش اي حاجه. بسم الله ما شاء الله، العجينه جميله. بصوا طريه خالص اهي، بصوا ما بتمط ازاي. حطيت بقى بوله، في البوله زيت وعملتها، بس هسيبها بقى تخمر. ما شاء الله العجينه خمرت، اللهم صل على النبي. هنفرش بقى دقيق كده عشان نكورها بس بسيط كده. عايزين تحطوا زيت بقى براحتكم. بصي ما شاء الله جميله. هتكوريها بقى حسب ما انت عايزه الكره يعني. كده حلو. انا هكورها بقى واوريها لكم برضو ايه في الاخر. كورها كده بس وتحطوها عادي. بقى قطعتها، بصوا ما شاء الله، بصوا اهي، بس انا قطعت الكور كبيره، فانا هغطيها بس ترتاح 10 دقايق عما اعمل. ده يا ستي سوسيس. كانت واحده سالتني انت بتجيبي بكام، هو السعر مكتوب عليه اهو، هو غالي طبعا. وهنا جبنه موتزاريلا كانت عندي، انا شفتهم في الافران بيحطوا فلفل الوان وبيدهنوا بس القرصه بتاعت البيتزا، يعني القطعه بتاع ده طماطم، وبيحطوا فلفل بس وجبنه رومي وخلاص. لكن انا عشان عندي موتزاريلا فهمشي، والسوسيس، وعندي لحمه مفرومه اهي، لحمه مفرومه برضو. فحسب ما انا هقطع بقى السوسيس حلقات حسب ما انتوا عندكم. ممكن تعملوا ميكس جبن، ممكن تعملوا اللي انتوا عايزينه تحبوه واولادكم يحبوه. دي صلصه طماطم عاديه، حطيت عليها روزميري من الشجره اللي عندي بره، عندي شجره صغيره، وجنزبيل جنزبيل بودر، وقرفه بودر، وملح لا نسيت احط الملح، توم بودر، وبصل بودر، ومكعب دجاج من ده هو الفوري، عشان كده ما رضيتش احط ملح. كل دي منكهات وجنزبيل وبشره جوز الطيب، وهحطه دول على الولع يغلوا، وبعد كده ايه نعجن بقى هاخد اول قرصه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تحطوا مسحه زيت كده بسيطه اهي، تفردوا عادي اهي، ولا محتاجه نشابه ولا بتاع. القرصه حسب ما انت تحبي، يعني انا عاملاها ايه وسط كده. نشيلها بالراحه، نحطها في الصينيه. احسن مما تحط بصل فريش او توم فريش، الحاجات دي بتبقى محمصه وبتدي طعم احسن ومش بتبين بقى. انا هشرح لكم على دول، وانا هكمل انا بقى بقيه العجين زي ما انتم شايفين. دي بيتزا الافران اللي هي البسيطه، اللي عامله زي القرصه كده، سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت، وممكن تعمليها في عشاء في اي وقت. مدرسه برضو ينفع، يعني ابنك ياخدها معاه المدرسه كده يعني. هتحطي بقى مكعبات فلفل كده الوان، عايزه تحطي زيتون وحاجات. انا شفتهم زي ما قلت لك في الفرن مش حاطين حاجه، حاطين جبنه رومي وحبه فلفل الوان بس زي كده، يعني فلفل اخضر واحمر بس. احنا بنحاول نعمل زي اللي بره عشان لما يطلبوها تبقى ايه متشابهه زي بره، يبقى مش فيها اختلاف. يبقى انا حطيت ايه طماطم، وحطيت ايه فلفل الوان كده، حبه سوسيس مثلا كده. هو طبعا مش حاطط سوسيس في المحل في الفرن، بس احنا ايه هنحط، طالما عندنا الحاجه موجوده في البيت يبقى نحطها.
ممكن تقطعيه مكعبات برضو، ممكن تسيبيه زي ما هو كده. واحده بقى دي لحمه مفرومه، هنحط على دي بس لحمه مفرومه كده للي عاوز يعني كده. ونكملها بقى بحبه فلفل برضو على الوش عشان دي بس الفلفل داريها، اللحمه دارت الفلفل يعني وبس. وانا هكمل بقى الباقيين كله زي كده، سوسيس ولحمه وبتاع بس اهو. ما شاء الله الصواني خمرت يعني ايه. انا عملتهم 3 صواني، ادي صينيه ما شاء الله. بصوا ما شاء الله، انا على السطح طبعا، وادي صينيه بس انا مش هعمل عليها بتاع ده، مش هحط الجبنه الموتزاريلا دلوقتي عشان ايه هتأستك من الفرن. ما شاء الله هم دخل الفرن بقى ما يستووا، وبعد كده هطلعهم واحط عليهم الجبنه الموتزاريلا. فانا بدهم بس يعني وش ويعني ايه شدوا بس، عشان زي ما قلت لكم الجبنه هتأستك. 3 صواني زي الفل ما شاء الله ما شاء الله. بصوا وجبنه بسيطه كده وبتفرح العيل، مش شرط تغرقيها جبنه يعني، المتاح عندك اعمليه. ما شاء الله ما شاء الله نشفت وجميله ما شاء الله، جميله زي بصوا زي السفنج خالص. والمتاح عندك اعمليه، مش تقف عند حاجه. ياخدها بقى في اللانش بوكس، ينفع عشاء، تنفع لو هو عامل مثلا يعني حاجه، عامل حاجه حلوه وفرحتك، تفاجئيه وتعملوا له مثلا حفله بيتزا زي كده بتفرح. ولايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس.